السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات الفلالي. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة معجزة، سر من أسرار نضارة البشرة والنعومة ديالها. كيحيد حب شباب، كيحيد النمش، كيحيد جميع العيوب ديال البشرة، وكيحافظ على النضارة ديالها. بالنسبة للمكونات، مكونات اللي هي بسيطة، جوج مكونات أكيد متوفرة في البيت ديالك. الحاجة الأولى أنني غادي نحتاج للخرقوم أولا الكركم مقدار ملعقة، وكذلك غادي نحتاج العصير ديال حامضة أولا عصير ليمونة واحدة. فبالنسبة للكركم عنده فوائد لا تعد ولا تحصى. كيبيض البشرة، كذلك كيحافظ على النعومة ديالها، كيحيد حب الشباب، كيحيد البثور السوداء، وكذلك كيحيد النمش أولا الكلف. وكذلك الحامض راه معروف أنه كيحيد الحبوب. فإلا كان إلا كانت البشرة ديالكم حساسة بزاف فغادي نضيفوا ملعقة ديال الماء باش هكذا كنخففوا هذا الخليط هذا. بالنسبة هنايا أنا غادي نضيف الحامض فقط. بالنسبة للكمية فراني احتاجيت مقدار حامضة وحدة في تقريبا معلقة كبيرة ديال الخرقوم. كنحرك هاد المكونات مع بعضها بهذا الشكل هذا. ثقوا بيا، واحد الوصفة اللي هي رائعة جدا. بالتجربة ديالي رائعة بزاف. في الأخير نوريكم النتيجة. ما تخيلوش شحال الوصفة فعالة. إلا فيكم أثر ديال الحبوب أولا الكلف ديال الشمس أولا، ديروا هاد الوصفة، راها رائعة جدا. فريمون معجزة. وكذلك بإمكاننا أننا نطبقوها كذلك على السنان، كتبيض حتى السنان. بالنسبة للتطبيق، بسم الله، كنجيبوا القشور ديال داك الحامض اللي عصرنا منه العصير ديال الحامض. ودابا غادي نطبق الخليط على اليد ديالي كيف كتشوفوا. فكنحط واحد شويه وكن ندلكو بهذا الشكل هذا. كنديروا شويه كتير، بامكانكم ديروه باليد بالقطن اولا بالشيته. بالشيته كيكون افضل كيف كتشوفوا معايا. دابا غادي ندير اولا غادي نطبقو على جميع البلايص في اليد ديالي باش نوريكم. بالنسبه لهاد الصفوريه ما تخافوش منها نهائيا، راها كتحيد. الطريقه راه فعاله جدا، ما غاديش تبقى يديكم صفرة نهائيا. فدابا غادي نخليه حتى غادي ينشف لمده ديال ساعه تقريبا. وإلا كان الوجه كنخليوه كنشفطوه بالماء وكنخليوه حتى الغد ليه. ومن بعد ما دازت الوقت والمده المحدوده، دابا غادي نمسح يدي كيف كتشوفوا معايا بقطن اولا كلينكس اولا توب. وغادي ناخد الحامض كيف كتشوفوا، راه اليد ديالي بقات صفراء الا قارناهم. غادي ناخد الحامض باش بهذه الطريقه هذه كنحيد الاثار ديال الصفوريه ديال الخرقوم. بالنسبه للوجه كنديروا نفس الشيء، غير الوجه كنغسلوه وكنخليوه حتى الغد ليه. عاد ديك الساعه كنديروا هاد الخدمه هذه. دابا كيف كتشوفوا غادي نحك يدي اللي طبقت عليها هذاك الماسك بالحامض، ومن بعد غادي نغسل بالصابون. وراكم غادي تشوفوا باللي راه ما كتبقاش صفوريه نهائيا. السر هو الحامض، كنحكو به من بعد. فها هي يدي كيف كتشوفوا من بعد ما غسلتها غادي نشفها دابا. كيف كتشوفوا معايا اللون، كنحس بواحد النعومه رائعه جدا. جربوه ما غاديش تندموا نهائيا. واحد الماسك اللي هو جد رائع، سر النضاره ديال البشره. كيف كتشوفوا الفرق راه شاسع جدا. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. جربوه وتركوا لي التجارب ديالكم في التعليقات. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.